السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. خبير لغة جسد يكشف مفاجأة بشأن هادية غالب وشريكها في ذا بلايند ديت شو. دعونا نتعرف على التفاصيل. تصدرت البلوجر هادية غالب ترند موقع يوتيوب، وذلك بعد عرض حلقتها في برنامج ذا بلايند ديت شو مع الشاب أحمد غازي. ويعتمد البرنامج على فكرة جمع شاب وفتاة لا يعرف أحدهما الآخر مسبقا، ليلتقيا في استوديو البرنامج للمرة الأولى، ومحاولة التعرف على بعضهما من خلال حديث مفتوح دون أن يرى كل منهما الآخر قبل أن يقرر إذا كان يمكنهما الاستمرار في علاقة أم لا. وخلال حلقة هادية غالب وأحمد غازي حدث بينهما مناوشات عديدة، واتهمها إنها لا تعرف ماذا تريد، وقرر كل منهما أن اللقاء بينهما لن يتكرر قبل أن يترك غازي الحلقة ويغادر، مما أثار ردود فعل عديدة بين متابعي البرنامج ومتابعي السوشيال ميديا. وخبير لغة الجسد محمد أبو هاشم أشار خلال حديثه إلى وجود علامات تدل على عدم اتزان وعدم استقرار في علاقتهم، فتصرفات هادية وأحمد تظهر بوضوح تأثرهما بعلاقات سابقة فاشلة تركت آثارا نفسية سلبية على سلوكهم. وكشفت الحلقة أيضا عن تناقضات واختلافات في شخصيتهم وتطلعاتهم، ففي بداية الحلقة ظهرت ثقة أحمد بنفسه بشكل كبير، بينما بدت هادية أكثر ترددا. وأظهرت هادية علامات توتر وعدم راحة بعد ذكر عمرها بسبب شعورها بعدم التوازن مثل لمس وجهها. ويشير ضم الأصابع في لغة الجسد إلى محاولتها كبت مشاعرها وانعدام ثقتها بنفسها، كما أن ابتسامتها المصطنعة تدل على شعورها بعدم الارتياح والحزن على فشل تجاربها السابقة. والنظر إلى الأرض أثناء حديثها عن السعادة في الحلقة يشير إلى مشاعر حزن أو ندم ناتجة عن علاقات سابقة. أما عن أحمد فأشار رفع حاجبيه إلى ثقة مبالغة بالنفس وشعوره بالشك في كلام هادية أو عدم تصديقه تماما، خاصة أثناء حديثها عن سفرها خارج مصر. وأثناء حديثه حرص أحمد على إغلاق يديه بشكل متكرر رغبة في عدم الكشف عن تفاصيل محددة في حياته ومكان إقامته، وأظهر ابتسامة مصطنعة عند الحديث عن مظهره، مما يشير إلى شعوره بالغرور أو عدم الأمان والنرجسية. كما أن صراحة أحمد بشأن خيانته بأنها أمر طبيعي يدل على وجود خلل في تفكيره. وأكد أبو هاشم ضرورة معالجة هادية وأحمد لمشكلاتهم النفسية قبل الشروع في أي علاقة عاطفية جديدة، وذلك لضمان استمراريتها ونجاحها على المدى الطويل. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.